إزاي تتخلّص من عادة سيئة. معظمنا إن ما كانش كلنا عندنا عادة سيئة نفسنا نخلص منها، ممكن تكون عادة بتضيّع وقتك أو بتأثّر على صحتك أو حتى بتخلّيك تحس بالذنب بعد ما تعملها، بس السؤال هنا هو إزاي أبطّلها؟ أول حاجة طبعًا الكلمة اللي هاقولها لك دلوقتي أنت أي فيديو دخلته قال لك المعلومة دي، اللي هو أنت لازم تعرف إيه سببها، يعني اسأل نفسك أنا باعمل كده ليه؟ هل زهقان؟ هل مضغوط؟ هل باهرب من حاجة؟ وده مش تكرار على الفاضي لإن ده فعلًا بداية الطريق إن أنت تفهم إيه المشكلة أساسًا، وبيبقى في معظم الأحيان السبب ورا العادة السيئة دي أولًا عدم خوف من الله أو الفراغ، أنت جرّب كده هات ورقة وقلم أو حتى مش لازم ورقة وقلم، واكتب مع نفسك إيه الأسباب، في الأغلب أنت هتكون عارفها، وأقول لك على حاجة ودي زيادة من عندي هتقع. أي عادة أنت متعوّد عليها لو حاولت تبطّلها مرّة واحدة غصبٍ عنّك هتُقع، بس طبعًا ما تاخدش كلامي وتقول إن أنا قُلت كده هاقع فأروح مش عارف إيه، لا، لا، لأ، أنت حاول مع نَفْسك قاوم، قاوم، قاوم لغاية ما تُقع غصبٍ عنّك، ما وقعتش خير وبركة يبقى أنت كويس جدًا، بس في الأغلب هتُقع، بس اوعى تستسلم مرّة في 2 و3 هتنجح، واعرف إن طالما ربنا شايفك بتجاهد نَفْسك هيساعدك في كده، طب أنا شغّال أرغي من الصبح وما قُلتش حلول، أنا قُلت حلول بس حلول بسيطة اللي معظم الناس بتقولها، تعالَ بقى نقول الحلول اللي أنا شخصيًا باقترحها، ولو أنت قعدت مع نَفْسك ولقيت إن سبب الحاجة اللي أنت بتعملها اللي مش كويسة دي الفراغ، جرّب انزل اشتغل، ما ينفعش شغل جرّب انزل gym كده أهو، جرّب اتعلّم حاجة جديدة هتنفعك بعدين، وافتكر إن دايمًا إن أي حاجة هتتعلّمها هتنفعك بعدين، يعني ما تقولش مثلًا إن أنا هاشغل نفسي بالتعلُّم هاستفاد إيه بيها، لأ دَوّر على حاجة معيّنة أنت بتحبها واتعلّمها، وافتكر إن أنت أي حاجة بتعلّمها لنفسك حتى لو ما نفعتكش بس هي احتمال كبير إنها تنفعك، حتى لو ما نفعتكش أصلًا فتغذية النفس وتعليمها شيء كويس مش وحش أبدًا، وبالنسبة لي الخيار الأفضل هيبقى الشغل، هو الشغل طبعًا بيبقى تعب بس بتنزل بيتعرّف على ناس، بتعرف تتعامل مع الناس، بتتعلّم مهارات جديدة، وطبعًا الشغل مش كلّه بمبي بمبي في حاجات بتيجي في النُص كده بترزعك على قفاك بس مش على طول كده أهو، وعمومًا أصل الحياة كلّها كده أهو لازم تاخدها على قفاك عشان تتعلّم يعني، فدي بعض الحلول من عندي والله يعافيني وإياكم، ودايمًا افتكر إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني الاستمرار أهم من الكمال، يعني لو هتعمل حاجة استمر عليها أحسن ما تكون كاملة والوقت يبقى قصير، بمعنى ابدأ النهارده حتى ولو بخطوة بسيطة وربنا يوفقك أنا وأنت يا رب، وفي النهاية لو حبيت المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وخش القناة لو عايز تتفرج على حاجات تانية زي دي، وأشوفكم في فيديو جاي، في أمان الله.